السلام عليكم طلاب وابطال تانية ثانوي. النهاردة ان شاء الله هنحل مع بعض الجزء الثاني من اسئلة الدرس الثاني اللي هو بعنوان مصر في عصري الطولونيين والاخشيديين، والكتاب اللي بنحل منه هو ملخص الامتحان. احنا في الجزء الاول حلينا مع بعض 30 سؤال وشرحناهم سؤال سؤال بالتفصيل، وفي الجزء ده ان شاء الله هنحل باقي الاسئلة. فيلا يا ابطال جهزوا نفسكم واستعدوا ونقول بسم الله، ونبدأ مع السؤال رقم 31. والسؤال رقم 31 معي يقول لك: تشابه حكم خماروي مع حكم أبيه أحمد بن طولون في نقط. هو هنا بقى عايز التشابه بين حكم خماروي وأبيه أحمد بن طولون. هم تشابهوا فيها هل صد الخطر الفاطمي على البلاد؟ لا طبعا، اللي صد الخطر الفاطمي هم الاخشيديين. طيب الاستفادة من العلاقات الاجتماعية في تدعيم حكمه، ولا بناء عاصمة جديدة للدولة الطولونية، ولا التصدي لمحاولات العباسيين لاسترداد مصر؟ طبعا التصدي لمحاولات العباسيين دي كانت في عهد خماروي فهي ما تنفعش. طيب لو قلنا بناء عاصمة جديدة للدولة الطولونية برضه ما تنفعش، لأن اللي بنى العاصمة الجديدة هو أحمد بن طولون، بنى مدينة القطائع. يبقى مش قدامنا غير الإجابة دال، وهي الاستفادة من العلاقات الاجتماعية في تدعيم حكمه، لأن أحمد بن طولون وابن خماروي استفادوا من العلاقات الاجتماعية. أحمد بن طولون عن طريق زوج أمه بيكباك التركي وصهره يرجوخ، وخماروي عن طريق تزويج بنته قطر الندى إلى الخليفة المعتض، فهم الاثنين استفادوا من العلاقات الاجتماعية. طيب يلا بينا نشوف السؤال رقم 32. بيقول لك: من خلال الخريطة التي أمامك، وجايب لك هنا خريطة للدولة الطولونية، وبيقول لك يتضح أن أكثر المناطق التي شكلت خطورة على الدولة الطولونية هي نقط، وجايب لك في الاختيارات إقليم الصغور، ولا بلاد الشام، ولا بلاد الحجاز، ولا شمال أفريقيا. هنقول له الإجابة الصح هي ألف، إقليم الصغور هي اللي شكلت خطر على الدولة الطولونية، لأن إقليم الصغور هو على الحدود بين الدولة البيزنطية والدولة الإسلامية، فبالتالي حصلت مواجهة بين الطولونيين والبيزنطيين. أما بلاد الشام وبلاد الحجاز وشمال أفريقيا المناطق دي ما شكلتش أي خطر على الدولة الطولونية. طيب يلا بينا نشوف السؤال رقم 33. بيقول لك: حاولت الدولة العباسية استرداد حكم مصر بعد وفاة أحمد بن طولون نتيجة نقط. هي بقى اللي خلى الدولة العباسية تفكر إنها ترجع مصر مرة تاني الحكم العباسيين ده نتيجة إيه؟ هل اضطراب الأمور في مصر؟ بالعكس طبعا، مصر في عهد خماروي ابن أحمد بن طولون كانت الأمور فيها مستقرة جدا. طيب ازدياد قوة الخلافة العباسية؟ بالعكس تماما، الخلافة العباسية كانت ضعيفة جدا، بدليل استقلال أحمد بن طولون نفسه بمصر عن الخلافة العباسية، لأن هي لو كانت قوية ما كانش أحمد بن طولون قدر يستقل بحكم مصر. طيب الاعتقاد بضعف حاكم مصر؟ بالضبط كده، هي دي الإجابة الصح، لأن الدولة العباسية قالت بعد وفاة أحمد بن طولون أكيد ابن خماروي لسه شاب صغير ومش هيعرف يدير الحكم بعد وفاة أبيه، ولكن طلع العكس تماما، ده قدر يدير شؤون الحكم ويتصدى لهجمات العباسيين وكمان ينتصر عليهم، وده لأن الإجابة دال ما تنفعش، وهي زيادة هجمات الجيش الفاطمي كانت في عهد الإخشيديين مش في عهد الطولونيين. تعال كده نشوف السؤال رقم 34. بيقول لك: جاء ترحيب الخليفة العباسي المعتمد بالصلح مع خماروي نتيجة نقط. هو ليه الخليفة المعتمد رحب بالصلح لما بعت له خماروي؟ هل بسبب رغبته في الاستقرار السياسي لمصر؟ لا طبعا، هو اصلا عايز يسترد مصر من حكم الطولونيين. طيب رغبته في تأمين الحدود الغربية للخلافة؟ برضو لا. طيب تأكده من صعوبة استرداد مصر؟ بالظبط كده، هو كان فاكر ان خماروي ضعيف ومش زي ابوه احمد بن طولون، فلما شاف قوة خماروي وقدرته على التصدي لهجمات العباسيين هنا تأكد من صعوبة استرداد مصر ورحب بالصلح اللي عرضوا عليه خماروي. طيب يلا بينا نشوف السؤال رقم 35. بيقول لك: احيانا تكون الحرب خطوة تجاه السلام، طبقت هذه العبارة على ما تم بين الخليفة العباسي ونقط. مين بقى من الاختيارات ينفع نقول عليها كانت الحرب خطوة ليه تجاه السلام؟ هل احمد بن طولون، ولا خماروي، ولا محمد بن طغج الاخشيدي، ولا كفور الاخشيدي؟ لا، اللي ينفع نقول عليه الكلام ده هو خماروي، لان بعد الحرب اللي بينه وبين الخليفة العباسي بيجي في بينهم معاهدة سلام. طيب يلا بينا نشوف السؤال رقم 36. بيقول لك: حصل خماروي على ولاية مصر والشام له ولأولاده لمدة 30 سنة نتيجة نقط. هي بقى اللي خلى الخليفة العباسي
يكتب مصر والشام لخماروي وأولاده لمدة 30 سنة. ده نتيجة ايه؟ هل صلاته الاجتماعية مع الخليفة؟ بالعكس، ما كانش في أي صلات اجتماعية بين خماروي والخليفة العباسي. طب اتصافه بالعدل والتواضع؟ برضو لا، ده مش سبب يخلي الخليفة العباسي يكتب له مصر والشام لمدة 30 سنة. طيب تقربه للقادة العباسيين؟ برضو لا، ما كانش في اي تقرب بين خماروي والقادة العباسيين. يبقى ما فيش قدامنا غير الإجابة دال، وهي قوة دولته عسكريا. بعد انتصاره على العباسيين تأكد الخليفة العباسي ان الدولة الطولونية في عهد خماروي دولة قوية عسكريا، فعلشان كده كتب مصر والشام لخماروي وأولاده لمدة 30 سنة. طيب يلا بينا نشوف السؤال رقم 37. بيقول لك اختلف خماروي عن أبيه أحمد بن طولون في نقط. ايه بقى الاختلاف بين أحمد بن طولون وابنه خماروي؟ هل مد نفوذه إلى مناطق الصغور؟ لا، هم الاتنين مدوا نفوذهم الى الصغور. طب الاستفادة من العلاقات الاجتماعية؟ لا برضه، هما الاتنين استفادوا من العلاقات الاجتماعية. احمد بن طولون عن طريق قرابته من زوج امه بيكباك وصهره يرجوخ، وخماروي عن طريق زواج بنته قطر الندى للخليفة المعتض. طيب دخول حرب مع دولة الخلافة؟ هتقول له ايوه، هي دي الاجابة الصحيحة، لان احمد بن طولون ما دخلش حرب مع الدولة العباسية. اما بقى خماروي فهو دخل معهم حرب وانتصر عليهم وعمل كمان معاهم صلح. اما توسع دولته على حساب دولة الخلافة فهم الاتنين بالفعل وسعوا دولتهم على حساب دولة الخلافة، سواء بقى في الشام او الحجاز. طيب كلام زي الفل. يلا بينا على السؤال 38. السؤال 38 بيقول يرجع الفضل في وصول محمد بن طغج لولاية مصر الى نقط. هو محمد بن طغج ازاي قدر يوصل لولاية مصر؟ ايه بقى السبب اللي خلى محمد بن طغج يوصل لحكم مصر؟ احنا قلنا في الشرح بسبب شجاعته وقوته العسكرية، والدليل على الكلام ده ان كان في واحد اسمه تكين، وقلنا ان هو كان والي دمشق، فاصطحب معاه محمد بن طغج اول ما تولى دمشق. وهم في الطريق قابلوا مجموعة من قطاع الطرق كانوا بيهجموا على قافلة من الحجاج، فاول ما شاف الموقف ده محمد بن طغج هاجم عليهم وامن طريق الحجاج. فوصل الخبر للخليفة العباسي وسر به، فقام ملقبه بالاخشيد اللي هي معناها ملك الملوك في فرغانة، وقام موليه مصر. يبقى ايه السبب؟ هل نجاحه في صد هجمات الفاطميين على مصر؟ هو فعلا تصدى لهجمات الفاطميين، بس ده مش السبب اللي خلاه يبقى والي على مصر. طيب ارتفاع مكانته عند الخليفة العباسي؟ بالظبط كده، بعد ما هجم على قطاع الطرق وأمن طريق الحجاج أعجب به الخليفة العباسي وارتفعت مكانته عنده. ولأن الإجابة جيم ودال ما ينفعوش، وهي علاقته الاجتماعية بالدولة العباسية ما كانش في أي علاقة اجتماعية بين محمد بن طغج والدولة العباسية، ولا خبراته السياسية بأمور الحكم في مصر. مش هو ده السبب اللي خلى الخليفة العباسي يعين والي على مصر. طب يلا نشوف السؤال رقم 39. بيقول لك اختلف مؤسس الدولة الطولونية عن مؤسس الدولة الإخشيدية في نقط. ايه بقى الاختلاف بين مؤسس الدولة الطولونية أحمد بن طولون ومؤسس الدولة الإخشيدية محمد بن طغج؟ هل هي قيامه بمد نفوذه خارج مصر؟ لا طبعا، هم الاثنين مدوا نفوذهم خارج مصر في بلاد الشام والحجاز. طيب سعيه للاستقلال عن الخلافة العباسية؟ برضو لا، هم الاثنين استقلوا عن الخلافة العباسية مع التبعية الاسمية للدولة العباسية. طب نجاحه في الاستفادة من العلاقات الاجتماعية؟ بالظبط كده، هي دي الإجابة الصح. أحمد بن طولون استفاد من العلاقات الاجتماعية اللي هي زي ما لسه قايل لك قرابته من زوج أمه بيكباك وصهره يرجوخ. أما محمد بن طغج لا، هو ما استفادش خالص من العلاقات الاجتماعية، لأن بكل بساطة ما كانش في أي علاقات اجتماعية بين محمد بن طغج وتوليه على مصر، وده لأن الحرص على استقرار الأمن وفرض النظام هما الاثنين فرضوا الأمن والنظام. طيب يلا بينا نشوف السؤال رقم 40. بيقول لك تعرض الأمن القومي المصري لأكبر المخاطر في عصر الدولة الإخشيدية من جهة نقط. هو هنا يقصد بالمخاطر الكبرى الدولة الفاطمية. طيب الدولة الفاطمية كانت موجودة فين بالظبط؟ هتقول له في بلاد المغرب العربي. يبقى كانت من أي جهة؟ هل جهة الشمال ولا الغرب ولا الجنوب ولا الشرق؟ هتقول له لا، هي كانت من جهة الغرب. الإجابة جيم. طيب يلا بينا نشوف السؤال رقم 41. بيقول لك قام الخليفة العباسي باختيار محمد بن طغج واليا على مصر بسبب نقط. لسه قايل لك الإجابة بسبب شجاعته ومهارته العسكرية، وهي دي الإجابة دال، مهارته العسكرية. والسؤال 42 ما يقول ظهرت قدرة محمد بن طغج العسكرية لأول مرة من خلال نقط. امتى بقى ظهرت قدرة محمد بن طغج العسكرية؟ لما عمل ايه بالظبط؟ هل من خلال تأمينه لطريق
الحجاج. ممكن تقول هي دي الإجابة الصح لما أمن طريق الحجاج، بس أحب أقول لك لا، مش هي دي الإجابة الصح، لأن تأمينه لطريق الحجاج ده لأن كان شجاع. طيب قضاءه على خطر الأعراب أكيد طبعا غلط، هو أصلا ما قضاش على الأعراب. طيب تصديه لهجمات البيزنطيين برضو لا، لأن هو هنا عايز أول مرة قدر محمد بن طغج يظهر قدرته العسكرية. يبقى ما فيش قدامنا غير الإجابة دال، وهي حمايته لمصر من الفاطميين، وهي دي الإجابة الصح. تعال نشوف السؤال رقم 43. بيقول لك مثلت قوته العسكرية حجر عسرة أمام التهديدات الخارجية المتكررة على مصر من جهة الغرب. من جهة الغرب يقصد بيها الدولة الفاطمية. مين بقى اللي كان واقف لصد هجمات الفاطميين؟ هل هو أحمد بن طولون ولا خماروي ولا محمد بن طغج ولا أبي القاسم أنجور؟ طبعا أحمد بن طولون وخماروي ما تصدوش للفاطميين، ده كان في أيام الدولة الإرشيدية، فهم الاتنين ما ينفعوش. وأبي القاسم أنجور هو أصلا كان طفل وما حكمش أصلا، واللي كان واصي عليه واحد اسمه كافور الإرشيدي. يبقى ما فيش قدامنا غير الإجابة جيم، محمد بن طغج الإرشيدي، وهي دي الإجابة الصح، هو اللي كان واقف للفاطميين. طيب السؤال 44 ما يقول لك من خلال تحليلك لمعطيات الخريطتين التاليتين فإن القاسم المشترك بين الدولتين الطولونية والإرشيدية يتمثل في نقط. هي بقى الحاجة المشتركة بين الدولة الطولونية والدولة الإرشيدية؟ هل مركز الحكم والإدارة بمصر مركز الحكم والإدارة يقصد بالعاصمة؟ هتقول له طبعا لا، الدولة الطولونية اتخذت مدينة القطائع والدولة الإرشيدية اتخذت مدينة العسكر. طيب التصدي للخطر الفاطمي على مصر، التصدي للخطر الفاطمي كان في أيام الدولة الإرشيدية بس. طيب السيطرة الكاملة على سواحل البحر الأحمر برضو مش هي دي الإجابة، هم مش كانوا مسيطرين بشكل كامل على سواحل البحر الأحمر. يبقى مش قدامنا غير الإجابة دال، وهي وجود فترات خلاف مع الدولة العباسية، هي دي الإجابة الصح. هم الاثنين كان في فترات مختلفين مع الدولة العباسية بسبب استقلالهم بمصر عن الخلافة العباسية. طيب يلا نشوف السؤال رقم 45. بيقول لك كانت أولى الخطوات التي اتبعها كل من مؤسس الدولة الطولونية بعد توليهما حكم مصر. هي بقى كانت أول خطوة عملها مؤسس الدولة الطولونية أحمد بن طولون ومؤسس الدولة الإرشيدية محمد بن طغج، هل هي الاستقلال عن الخلافة العباسية؟ سامع طالب معي يقول لي أيوة، هما الاثنين استقلوا عن الخلافة العباسية. هقول لك غلط يا عزيز الطالب، هو هنا عايز أول الخطوات، وأكيد طبعا مش أول خطوة هي استقلالهم عن الخلافة العباسية. طيب السيطرة العسكرية على الشام برضو مش هي دي هتكون أول خطوة. طب تأمين حدود مصر الغربية؟ لا طبعا، تأمين حدود مصر الغربية اللي هي يعني الدولة الفاطمية كانت في عهد الدولة الإرشيدية، وهي أصلا مش أول الخطوات. يبقى برضو مش قدامنا غير الإجابة دال، وهي تحقيق الاستقرار الداخلي للدولة. الاتنين أول خطوة عملوها وهي تحقيق الاستقرار الداخلي لمصر. طيب يلا بينا نشوف السؤال رقم 46. بيقول لك حرص محمد بن طغج قبل توليه حكم مصر على استمرار تبعيته للخلافة العباسية من خلال نقط. هو ولي محمد بن طغج كان حريص جدا انه يخلي مصر تابعة للخلافة العباسية وما يستقلش بها استقلال تام، لان كان في دولة لسه ظاهرة جديد كانت بتهدد في مصر والدولة العباسية. هي مين؟ هي الدولة الفاطمية، والدولة الفاطمية كانت على المذهب الشيعي على عكس الدولة العباسية اللي كانت على المذهب السني. يبقى من خلالها هل إعادة الأمن إلى مصر؟ لا مش هو ده السبب. طيب مواجهة الأخطار الخارجية؟ بالضبط كده، هي دي الإجابة الصح. الأخطار الخارجية المقصود بها الدولة الفاطمية، ولأن الإجابة جيم ودال ما ينفعوش، وهي تأمين طرق الحج والتجارة لا ما كانش لها أي علاقة، ولا صد غارات البدو، هو أصلا ما كانش فيه غارات للبدو. طب تعال نشوف السؤال رقم 47. بيقول لك بالرغم من تشابه الدولة الطولونية والدولة الإرشيدية في التبعية الاسمية للدولة العباسية إلا أن الدولة الطولونية اختلفت في نقط. هنا بقى عايزك تجيب الاختلاف اللي عملته الدولة الطولونية وما عملتهوش الدولة الإرشيدية. هل هو مواجهة الخلافة العباسية عسكريا، ولا ضم الشام لحكمها، ولا العمل على توطيد نفوذها في مصر، ولا التطلع لاتساع دولتها؟ هما الاثنين تطلعوا لاتساع دولتهم، وبرضه هما الاثنين عملوا على توطيد نفوذهم في مصر، وبرضه هما الاثنين ضموا الشام لحكمهم. يبقى الاختلاف الوحيد اللي عملته الدولة الطولونية وما عملتهوش الدولة الإرشيدية وهو مواجهة الخلافة العباسية عسكريا، لما الخليفة العباسي المعتمد بعت جيش في عهد خماروي وحصلت مواجهة عسكرية بين الدولة الطولونية والخلافة العباسية. يبقى الإجابة الصح معنا هي ألف، وهي مواجهة الخلافة العباسية عسكريا. طب تعال نشوف السؤال رقم 48. بيقول لك تعرضت مصر
خلال حكم محمد بن طغج الإخشيدي لهجمات قادمة من نقط. هو هنا يقصد الهجمات اللي جاية من الدولة الفاطمية. طب الدولة الفاطمية كانت جاية من أي جهة بالضبط؟ هل من جهة المشرق الإسلامي ولا المغرب الإسلامي ولا وسط آسيا ولا جنوب أوروبا؟ هتقول له الدولة الفاطمية كانت جاية من جهة المغرب الإسلامي. الإجابة به. طيب تعال كده نشوف السؤال 49. بيقول لك تعد القيمة المستمدة من وصية الإخشيد لكفور بالوصاية على ابنه أبي القاسم أنجور هي نقط. هو ولي محمد بن طغج وصى كفور الإخشيدي بالوصاية على ابنه. هو أصلا من كفور الإخشيدي؟ هو أصلا كان عبد واشتراه محمد بن طغج، وبعد كده بيجي هو المعلم لأبنائه. وحتى كفور بعد ما تعين وبيجي الحاكم رفض إنه يلقبوه بالحاكم أو الأمير، وقال لهم لقبوني بالأستاذ، وده اللقب اللي اكتسبه لما كان بيربي أبناء الإخشيد. يبقى ده يدل على إيه؟ هل على الإخلاص ولا الشجاعة ولا المساواة ولا العدالة؟ لا، هو بيدل على الإخلاص. الإجابة ألف. طيب تعال كده نشوف السؤال رقم 50. بيقول لك أي من الأعمال التالية التي قام بها محمد ابن طغج الإخشيدي في مصر كانت في صالح الدولة العباسية؟ هي بقى اللي عمله محمد بن طغج كان لصالح الدولة العباسية. هل توطيد نفوذه بمصر والقضاء على خصومه؟ أكيد طبعا لا، ده مش كان لصالح الدولة العباسية. طب صدوا للهجمات التي تعرضت لها البلاد من المغرب؟ بالظبط كده، هي دي الإجابة الصح، لأن محمد بن طغج صد هجمات الفاطميين اللي كانوا جايين من بلاد المغرب. ولأن الإجابة جيم، اتخاذ مدينة العسكر عاصمة لدولته ده مش هيكون لأي فايدة أو صالح للدولة العباسية، ولا مد نفوذه إلى مكة والمدينة النبوية اللي هي يعني بلاد الحجاز. طب تعال نشوف السؤال 51. بيقول لك ظهر الاختلاف بين صاحب الشخصية الموضحة على غلاف الكتاب المقابل عن أحمد بن طولون من خلال نقط، وجيب لك هنا صورة مكتوب تحتها كافور الإخشيدي من عبد يباع في الأسواق إلى ملك رهيب لمصر. هي بقى الاختلاف بين كافور الإخشيدي وأحمد بن طولون هل هو ضبط أمور البلاد وإقرار الأمن والنظام؟ هتقول له لا، هما الاثنين ضبطوا أمور البلاد وأقروا الأمن والنظام فيها. طب الحفاظ على ثبات حدود الدولة المصرية؟ برضه لا، مش هي دي الإجابة الصح. طب ظروف وطبيعة الوصول إلى حكم مصر؟ بالظبط كده، هي دي الإجابة الصح. أحمد بن طولون وصل إلى حكم مصر بسبب علاقاته الاجتماعية، وكافور الإخشيدي وصل إلى حكم مصر بسبب إنه هو كان وصي على ابن محمد بن طغج الإخشيدي اللي كان اسمه أبي القاسم أنجور. طيب كلام زي الفل. تعال بقى نشوف السؤال رقم 52. بيقول لك توفى بطليموس الرابع وترك ابنه بطليموس الخامس وكان صغير السن، فتم تعيين إيجاسوكليس وصيا عليه. فبيقول لك تشابهت ظروف تولية إيجاسوكليس مع ظروف تولية نقط. السؤال ده مباشر وواضح، تشابهت مع تولية كافور الإخشيدي لأن بعد وفاة محمد بن طغج أبي القاسم أنجور كان صغير السن، فتم تعيين كافور الإخشيدي وصيا عليه. طب يلا نشوف السؤال رقم 53. بيقول لك رغم إعلان الطولونيين والإخشيديين استقلالهما بمصر إلا أنهما اعترفا بالتبعية للدولة العباسية بسبب نقط. هي بقى السبب اللي خلى الطولونيين والإخشيديين يفضلوا معترفين بالتبعية للدولة العباسية؟ هل هو بسبب خوفهما من قوة جيوش الخلافة؟ أكيد طبعا لا، لو هم خايفين من جيوش الخلافة ما كانوش فكروا إنهم يستقلوا بمصر أصلا. طب عداء الدولة الفاطمية لهما؟ أكيد طبعا لا، الدولة الفاطمية كانت في أيام الإخشيديين بس، مش كانت في عهد الطولونيين. طب وجود صلات قرابة مع الخلافة؟ برضو لا، ما كانش في أي قرابة بينهم. طب إدراكهما لمكانة الخليفة الدينية؟ بالظبط كده، لأن الخليفة العباسي هو الرأس العليا في الدولة الإسلامية، فبسبب مكانة الخليفة الدينية فضلوا الطولونيين والإخشيديين معترفين بالتبعية للدولة العباسية. طب يلا بينا كده نشوف السؤال رقم 54. بيقول لك العامل المشترك في أسباب سقوط الدولة الطولونية والدولة الإخشيدية هو نقط. هي بقى هو السبب أو العامل المشترك اللي سقط الدولة الطولونية والدولة الإخشيدية؟ هل هي رغبة الخلافة العباسية في استرداد مصر؟ الكلام ده ممكن نقول عليه في الدولة الفاطمية، لأن بعد موت خماروي وضعف حكام الدولة الطولونية بالفعل الخليفة العباسي بعت جيش وخد مصر من يد الطولونيين. طب أطماع الدولة الفاطمية في ضم مصر برضو ما تنفعش، دي ما تنطبقش غير على الدولة الإخشيدية بس. طب تولي ولاه يتصفون بالضعف؟ بالظبط كده،
هي دي الإجابة الصح. بعد موت خماروي تولى ولاه ضعاف، وبعد وفاة كافور الإخشيدي برضه تولى ولاه ضعاف، وده كان العامل المشترك في سقوط الدولة الطولونية والدولة الإخشيدية. طب تعال نشوف السؤال 55. بيقول لك سقطت السلطة الإسمية للدولة العباسية على مصر لأول مرة نتيجة نقط. امتى بقى بالظبط سقطت السلطة الإسمية للدولة العباسية على مصر؟ هل نتيجة تولي أحمد بن طولون الحكم بمصر؟ أكيد طبعا لا. أحمد بن طولون اعترف بتبعية مصر الإسمية للدولة العباسية. طب انتصار خماروي على قوات الخلافة؟ بالعكس، ده بعد ما انتصر عمل معاهم صلح وكمان مصاهرة سياسية لما زوج بنته قطر الندى للخليفة المعتض. طب إعلان الإخشيديين قيام دولتهم بمصر؟ برضو لا، برضو اعترفت بالتبعية الإسمية للدولة العباسية. يبقى ما فيش قدامنا غير الإجابة دال، وهي استيلاء الفاطميين على مصر، وهي دي الإجابة الصحيحة، لأن بعد استيلاء الفاطميين على مصر استقلوا استقلال تام عن الخلافة العباسية، بل وكمان كانوا بيحاربوا الخلافة العباسية وعايزين يسقطوها. طب تعال نشوف السؤال 56. بيقول لك يتمثل العامل الرئيسي في انتهاء عصر الولاة بمصر الإسلامية في نقط. إيه بقى كان العامل أو السبب الرئيسي اللي أنهى عصر الولاة في مصر؟ هل هو استعانة الخلفاء العباسيين بالموالي؟ أكيد طبعا غلط، الخلفاء العباسيين ما استعانوش بأي موالي. طب موقع مصر المتميز؟ ده طبعا مش سبب. طب ضعف الخلفاء العباسيين؟ بالظبط كده، بسبب ضعف الخلفاء العباسيين انتهى عصر الولاة بمصر وظهرت الدول المستقلة. يبقى الإجابة الصح هي جيم، ضعف الخلفاء العباسيين. أما ده البعد مصر عن الخلافة العباسية فهي ما تنفعش، لأن لو كانوا الخلفاء العباسيين أقوياء لا يمكن أي والي يفكر يسيطر على مصر ويستقل بيها عن الخلافة العباسية. وبكده يا أبطال يبقى حلينا كل الأسئلة الاختياري معانا في الدرس، واللي فاضل شوية أسئلة مقالي وابقى جاوب عنهم، ولو في أي سؤال وقف معاك اكتبولي في التعليقات وهتلقاني بجاوب لك عليها. واشوفكم على خير إن شاء الله يا أبطال في الدرس اللي جاي، والسلام عليكم.